السنة دي لما هنيجي نبص واحنا في 2026 في شهر 8 هنلاقي تطوير مصر عامله لها بتاع 55 60 مليار جنيه. وده اللي بيأهلها في العادي انها تكون من الاكثر مبيعا في السوق، من اكتر ثلاثة بعد طلعت مصطفى وبالم هيلز. وده الرقم اللي كانت دايما العالمية ماونتن فيو بتحققه عشان تبقى ثالث اكثر مبيعا في سوق العقارات في مصر. ولكن في نفس الوقت اللي تطوير راكبه الترند وعامله الارقام الكبيره دي، بتظهر ناس بتقول تطوير يا جماعه عندها مشاكل، انجدونا من تطوير ما بتسلمش، تطوير يا جماعه ملبسانا في الحيطه و وده كلام بيحصل في نفس الوقت اللي تطوير راكبه فيه الترند. احنا خلينا نكون موضوعيين ونبص للامر بشكل موضوعي، وانا كواحد شغال في العقارات خليني اجاوبك بصراحه. هل تطوير بتتاخر؟ تطوير بتتاخر، ودي اجابه صريحه ومباشره. تطوير عندها 3 مشروعات في الساحل، مشروع في التجمع ليه اكستنشنز، ومشروع في الشيخ زايد، ومشروع في السخنه المونت جلال. المشاريع دي كلها متسلم فيها مراحل او فيزز، وفيها مراحل متاخره بال3 وال4 سنين، ودي حقيقه مره بشكل او باخر لازم نقولها. بس خلينا نبص على الواقع. هو انا كمصطفى او انت كمستهلك تقدر تصلح المشكله بتاعت التاخيرات اللي موجوده مش عند تطوير بس، عند 90% من المطورين الموجودين في السوق؟ الاجابه لا. دي محتاجه جهه اكبر مننا كلنا، جهه تكون تاسسها الدوله زي الاسكور اكاونت بتاعت الامارات، تتحكم في العلاقه ما بين المطور والوسيط والعميل، تتحكم في الجداول الزمنية لتسليمات العقارات، تكون شارب جدا في التعامل مع المطور، وتخلي المطور يلتزم بشكل أو بآخر. طيب الجهة دي لسه ما تأسستش، تحت التنفيذ وتحت الدراسة، والكلام ده احنا عارفينه كلنا. طيب هنعمل ايه؟ هنبطل شراء؟ في عرض وطلب، الناس لسه هتشتري. طب خلينا نبص على الموضوع بشكل موضوعي. عايزين نأسس باترن تخلينا نفكر ازاي نشتري في العقارات، وازاي نعرف الراجل اللي بيتأخر ده اشتري معاه ولا لا. بص، لو انا عاوز ابعد عن موضوع التاخير، خليني ابص للعقارات ككاتيجوريز، الاي بالبلاس بتاعتها، والبي بالبلاس بتاعتها، والسي بالبلاس بتاعتها. طيب انا عايز ابعد عن التاخيرات والمشاكل، هروح للاي والاي بلس. هريح دماغي من التاخيرات، هريح دماغي من المشاكل. طبعا كل مطور عنده عيوبه، الكمال لله وحده. مفيش مطور ما عندوش مشاكل، حتى لو كان بيبيع اغلى منتج موجود في مصر، حتى لو كان اعلى مطور موجود في مصر، عنده عيوبه ومشاكله. بس خلينا نكون يعني واضحين، الاي والاي بلس مشاكلهم في التاخير مش كبيره، ونقدر نسيطر عليها، والعملاء غالبا بتستلم بالجوده والوقت والميعاد والديدلاينز اللي هم عاوزينها. بس قصاد ده انا بدفع كتير جدا، باخد خدمات عاليه وباخد التزام بالجدول الزمني، بس بدفع كتير جدا. طب انا مش قادر وعايز اشتري في البي كلاس، وبالتالي بي بلس وهكذا، والسي بلس، اللي هو بالبلدي كده ادفع قيمه مقابل سعر اكتر، واخد منتج اعلى بالفلوس اللي انا بدفعها. فهقابل مشاكل اكبر بالتبعيه. طب اعمل ايه؟ عندي مثالين واضحين جدا، وخليني اخدهم كريفرنس. صبور شركة من أضخم الشركات الموجودة في السوق، حجم مشروعاتها يتخطى 30 مشروع، مشارك واحد من أكبر البنوك في مصر إن لم يكن أكبرهم. شركة ضخمة جدا، عندها اسيدز وعندها عقارات وعندها مشاريع في كل حتة في مصر. بس تيجي تبص على ملاك صبور قتلوا بحثا موضوع التأخير، مشروعات صبور كلها فيها تأخير. بس في نفس الوقت نفس الملاك دول لما تيجي تتعامل مع مالك قديم منهم وتبيع له في مشروع جديد لصبور، وتساله انت ليه بتشتري، ما انت هو الراجل متاخر عليك في مشروع سابق، يقول لك عشان انا بشتري في مطور بي كلاس بيقدم لي خدمات وكواليتي وافتر سيلينج سيرفيس محترمه جدا مقابل الفلوس اللي انا بدفعها، وفي بعض الاحيان بيكون بيبيع لي بسعر السي كلاس، بسعر كاتيجوري اقل منه. بص كده على يود لما كنا بنبيع الشاليه ب 6 مليون جنيه، بص على الكومباتيتورز من ديفلوبرز اصغر منه. يود في مشاكل كتيره ما نقدرش ننكرها، صبور هيتاخر ما نقدرش ننكر، بس تعال بص على السعر مقابل الكومباتيتور. هنا المالك او المشتري اقر ان في مشاكل هياخدها مقابل الفلوس اللي هيدفعها، بس الجوده اللي هياخدها ما بعد الاستلام اللي هيتاخر عليه هي جوده اعلى من الفلوس اللي هيدفعها. فهنا اقر انه هيحط فلوسه في كذا بالطريقه دي، وصبور بالنسبه له تمام. طب هتيجي تبص على نموذج تاني مثلا، هنفترض افتراض، ده مجرد افتراض، ان ماونتن فيو دي بي كلاس. لو ماونتن فيو الشركه البي كلاس اللي عندها مميزات كتيره جدا من الافتر سيلينج سيرفيس، ومن الشكل البيوت الجميل، ومن الحاجات الكتير اللي احنا عارفينها على ماونتن فيو زي الهابينس وهكذا، جت تبيع لك بسعر الاي كلاس. ماونتن فيو بتبيع لك شاليه مثلا ب 15 مليون،
غرفتين نوم، ونفس ال 15 مليون دول اقدر اشتري مع مطور اكبر من مطورين الاي كلاس. هل كده يبقى انا المفروض اروح اضحي واشتري مع ماونتن فيو اللي هي بي كلاس؟ وده مجرد افتراض، ماونتن فيو هي اعلى مطور في مصر، بس هل يستحق ان انا اروح اضحي واشتري بالسعر ده مع مطور بي كلاس وهو بيبيع لي بسعر الاي كلاس؟ الاجابه لا. هنا الباترن فيها اختلال، هنا ماونتن فيو مسعره غلط وده مجرد افتراض. فاذا هي دي الباترن اللي احنا بنقارن بيها. لازم أنا ابص على القيمه والسعر اللي انا بدفعه والخدمات اللي انا باخدها والمشاكل، وابص على المطور ده في اني فيز، اي كلاس بي كلاس سي كلاس. لو قدرت اوصل للنتيجه ان المطور بيبيع بسعر منافس جدا للباترن اللي هو فيها وللفيز اللي هو فيها سواء بي كلاس او اي كلاس او سي كلاس، وفي نفس الوقت بيقدم لي خدمات اعلى من الخدمات اللي في المرحله، ومشاكله بالنسبه لي ابليكابل ما عنديش مشكله فيها، فانا هنا اقدر اتحرك عليه وهكذا. فخلينا نقول ان الف الف مبروك لتطوير مصر المبيعات اللي هي حققتها في 2026، ونتمنى ان تطوير تركز في مشاكلها وتحاول تعالجها، لانها فعلا بتقدم جودة فوق 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 الجمال. انا رحت بنفسي فوكا، وانا اشهد ان فوكا ده مشروع عظيم يتقارب بمشروعات اكبر منه بكتير ومشروعات اغلى منه باضعاف، ولكن نتمنى ان التطوير تركز في مشاكلها وتعدل مشاكلها عشان تفضل في نجاح مستمر. ويا رب ان شاء الله يكون الناس كلها مقتنعة ان السوق مش هيتعدل الا لما يكون في جهة رقابية تراقب علينا كلنا.